العين الحمراء تظهر. موقف الأهلي من معاقبة إمام عاشور بسبب كهربا. حسم النادي الأهلي موقفه من معاقبة إمام عاشور نجم وسط الفريق الأحمر بعد مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك. وكان إمام عاشور قد ارتدى قميص رقم 7 الخاص بكهربا، وصرح بعد المباراة بأنه سعيد بحصد اللقب السوبر، مضيفا أن الفريق كان يفتقد كهربا ووعده بالاحتفال معه بالبطولة في القاهرة. تلقى إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنذارا جديدا من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بسبب احتفالاته المبالغ فيها بعد نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، وارتداء قميص زميله محمود عبد المنعم كهربا بعد مراسم التتويج باللقب. وعلم موقع سيفن كورة أن محمد رمضان عقد جلسة طارئة مع إمام عاشور بعد العودة إلى القاهرة للتأكيد عليه بعدم تكرار تصرفاته خلال احتفالات اللاعبين بلقب كأس السوبر، ودعمه العلني لزميله محمود كهربا الذي تسبب في أزمة أثناء معسكر الفريق بالإمارات. وأبدى محمد رمضان انزعاجه من إمام عاشور بسبب ارتدائه قميص كهربا بعد مواجهة الزمالك كدعم له، في الوقت الذي يرى المدير الرياضي للأهلي أن كهربا هو من أخطأ في حق نفسه وفي النادي، لذا كان يجب اتخاذ قرار ضده وعدم التعاطف معه أو دعمه بهذا الطريقة التي أظهرها زميله إمام عاشور. وطلب المدير الرياضي بالنادي الأهلي من إمام عاشور بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة احترام كل قرار يتخذه الفريق سواء كان يتعلق به أو بزملائه الآخرين، خاصة بعد أن طلب عاشور من محمد رمضان العفو عن كهربا. ومن الجدير بالذكر أن كهربا كان قد اعترض على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا بنصف النهائي، مما أدى إلى إثارة أزمة مع مديره الفني مارسيل كولر، مما ترتب عليه ترحيله إلى القاهرة وتغريمه مليون جنيه. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.